السلام عليكم، ازيكم يا بنويت؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من يتي سمايل ان شاء الله. النهارده هعمل لكم ريفيو عن زبده الكاكاو الكوري. انا استخدمت النوعين دول منهم، كان في نوع تالت هبقى اسيب لكم صورته، بس هو يعني ضاع مني وهقول لكم برضو رايي فيه ايه. يلا بينا نبدا الفيديو. اول ميزه فيهم هي سعرهم. اسعارهم بتبقى رخيصه جدا، بتبدا من اول 15 جنيه لحد 20 جنيه. يعني دي انا كنت جايباها ب 15 جنيه، في محلات بتبيعها اغلى انا عارفه، بس انا كنت بجيبها من المحلات اللي هي رخيصه. يعني في محلات هنا رخيصه يعني عندنا في العاشر واكيد في كل منطقه. كنت جايبه دي ب 15 جنيه، ودي كنت جايباها ب 20، وكان في حاجات تانية ب 25 جنيه. تمام. الميزه التانية بقى اللي انا بحبها فيهم ان هما بيدوا لون، بيكون لون ثابت، وفي نفس الوقت انا مش حاطه روج. يعني مثلا انا شفايفي دايما لونها غامق، مش لونها فاتح قوي، فده بيضايقني. وفي نفس الوقت انا مش عايزه ابقى خارجه هبقى حاطه روج، لا، ببقى عايزه بس تبقى يعني كاني كده مش مومياء، فاهم اللي هما ان انا عايشه يعني. دي بصي هي في الاول اهي، وهتبدا ان هي تغير وتدي لون بينك خفيف قوي قوي قوي. خلاص هو بدات تظهر هي حتى. هو ده بقى اللي بيكون على الشفايف. دي انا خلصتها بس قلت اعمل لكم عنها ريفيو. بصوا انا خلصتها فعلا. دي بتدي درجه اورنج كده بس قويه كده وحلوه. النوع التالت اللي انا كنت جايباه بيدي لون بينك كده جميل. فبصوا الدرجات عامله ازاي. فدي بقى بتبقى على الشفايف وبيفضل ثابت، وكمان ترطيبهم حلو. بس اللي بالالوفيرا دي اللي بالالوفيرا دي ترطيبها عالي جدا وحلو قوي. يعني ترطيبها فعلا حلو قوي، بتدي ترطيب عالي اكتر من الاورنج دي شويه كمان. فانا ما بستغناش عن الزبده الكاكاو دي. بتفكرني بايه بقى؟ بيفكروني بايه الاتنين دول؟ فاكرين الروج السحري بتاع زمان؟ بيفكروني بيه. طيب ده كده البديل الرخيص ليهم. طيب ايه لو انا عايزه مثلا حاجه غاليه شويه؟ الحاجات الاغلى شويه هتكون بتاعه اوريفليم. فاكرين بتاعه اوريفليم اللي هي دي؟ مش فاكرين دي؟ برضو دي انا هعمل لكم عنها ريفيو، بس دي البديل الغالي منها شويه. دي اللي هي من اوريفليم، اللي كانوا منزلين كوليكشن كده بتاع الجيم، اللي هي الحاجات بتاعه الجيم. كانوا منزلين ماسكارا وفاونديشن وزبده الكاكاو دي. برضو دي هعمل لكم عنها ريفيو، بس دي غاليه شويه. اما زبده الكاكاو بتاعه ماي واي، دي بتاعه ماي واي، هي ترطيبها حلو بس، ولونها حلو جدا، لونها جميل جدا جدا. بس اللون بتاعها مش بيفضل في الشفايف زي الكوريين دي. يعني بتوع الكوريين بيفضلوا في الشفايف كتير، تاكلي وتشربي وانتي لسه شفايفك برضو ملونه. لكن بتاعه ماي واي يعني الدرجه بتاعتها مش بتثبت قوي في الشفايف. حتى الليب جلوس اللي كانوا منزلينه، اللي هو فين اوريهولكم، استنى اوريهولكم. هو ده كان الليب جلوس بتاع ماي واي. ده كان الكود بتاعه 8686. استنى اعمل لكم فوكس عليه اهي. ده كان الكود بتاعه. الدرجه بتاعته جامده جدا 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 وحلوه جدا. انا كنت عملت عنه فيديو خاص بيه وعملت ريفيو خاص بيه، بس برضو للاسف يعني درجه اللون بتاعته مش ثابته قوي زي الكوريين دول. الكوريين دول بيثبتوا قوي، يعني بتبقى درجه كده كيوت قوي على الشفايف، وبتثبت جدا، يعني بتفضل موجوده في الشفايف فتره طويله. فعشان كده انا على طول بجيبهم. يعني بص كده انا مسحتهم كده خلاص اهو. بصوا برضو مازالوا موجود منهم حاجة صغيرة كده، ولو فضلت كمان ونشفت على شفايفك بتفضل فترة أطول. ده كان رأيي في زبدة الكاكاو الكوري. أنا شايفة إن هي لازم تبقى موجودة، وخصوصا يعني البنات اللي هم بيحبوا ما تبقاش شفايفهم لونها بيضة كده وهم خارجين. لا، زبدة الكاكاو الكوري دي رخيصة وفعلا عملية، وأنا ما بستغناش عنها أبدا أبدا. أحسن من الحاجات التانية اللي ما بتسيبش لون دي وما بترطبش. ما تنسوش تسيبوني بقى رأيكم في الكومنتات تحت، وتعملوا لي لايك وتشجعوني. سلام عليكم، أشوفكم الفيديو الجاي.